السلام عليكم. بداية أنا بس بعتذر عن صوتي لأن أنا صوتي تعبان بقاله فترة ومتحاش، عشان كده اتأخرت في الساوند كلاود. والله يا جماعة أنا الساوند كلاود ده جاي عليا بخسارة، كفاية نبر، ما كانش مقطع صوتي لمدة 4 دقايق، يعني ما تصلوا على النبي مفيش حاجة. بس الصراحة اليوم النهاردة ما كانش ينفع يعدي من غير ساوند كلاود، أتليست بالنسبة لي. وعليه وتأتي ذكرى 25 يناير، مش عارفة الكام والله، السنين بتجري. المهم، واحد، براءة علاء وجمال. 2، براءة مبارك. 3، أحمد عز اللي مش ممثل، براءة واحتمال يرشح نفسه، هو مش محتاج طبعا بس احنا بنطالبه. 4، أحمد عز الممثل عنده مشاكل مع زينة اللي قالت مع هالة سرحان قبل كده حرفيا لا عيني ما بتعمليش حاجة، عادي أحمد عادي. 5، إلهام شاهين تتمنى أن تصبح مدرعة. 6، أنا أتمنى إلهام شاهين أن تصبح مدرعة. 7، حطينا على تركيا. إيه؟ لا، تركيا هي اللي هدت اللعبة عشان المصلحة مروحة. 8، 3/4 العرب بقى اسمهم شارلي. 9، جورج كلوني يتجوز واحدة اسمها أمال شعرها اسود ولبنانية، حقا كما قالت فيروز. ايه، في امل، في امل وامال يا جزم. 10، ليوناردو دي كابريو قال بلاش اترشح للاوسكار وما اكسبش السنة دي، خليها السنة الجاية اترشح وما اكسبش برضه. ملحوظة، تكسب ليه؟ ها، انت شكلك حلو اصلا، هتاخدوا كل حاجة، دي كفرة. 11، الناس واقفة طوابير عشان الأنابيب، بس عادي احنا ما عندناش مانع، لازم نتعب عشان مصر. 12، منى العراقي الشتيمة حرام. 14، منى الشاذلي بتعمل برنامج ترفيهي، عليه كلام بس هو ترفيهي. يسري فودة قرر أو قرروا له المهم يعني ان البرنامج يقف. وريم ماجد لم يتم العثور عليها. باسم يوسف اعتقد بيستمتع بال5 مليار يا باسم. 15، الجنود بيقعوا زي الرز على الحدود بس احنا بنحارب الارهاب. 16، بمناسبة الارهاب هجرنا الناس اللي عايشين عمرهم في سينا، ثواني يا مواطن، اديناهم يا 35 جنيه يا 135 جنيه ووعدناهم بشقة وخزان مية ان شاء الله. انت عارف اهم حاجة الوعد. 17، سوزان مبارك بتقول ان مبارك كان بيساعدها في شغل البيت. حقيقي ما عادش حد بيآمن للفلبينيات. 18، تونس بتحاول، سوريا بتولع، اليمن بتسخن، السعودية غالبا هتنسى، إثارة لا تنتهي في الوطن العربي. 19، نتنياهو شارك في المسيرة الفرنسية ضد الإرهاب. الساوند كلاود دوت نازل من غير شتيمة، ممكن انت تعمل انسرتات ثواني. وكان في المسيرة أبو مازن برضو، اتفضل انسرتاتك. 20، يسرا وأحمد السقا هيتحاسبوا على اللي هم بيعملوه ده، شيء بديهي طبعا بس حبينا نفكركم. 21، سوزان مبارك بتقول ما فكرناش في التوريث، ولو ده حقيقي كنا دخلنا جمال الكليه الحربيه. نترك طبعا التعليق لجمال لان لازم يكون له راي في الكليه اللي هيدخلها. 22، في ميكروباص دخل مرتين قابلين للزياده في طياره. 23، في وزير مش فاكره انهون ما هم كتير بيقول ان احنا عندنا مستشفيات احسن من اللي في بريطانيا. والله الله يمسيه بالخير احمد شفيق. ايه. 24، بنحفر قناة سويس جديدة وغالبا في مشروع لسد عالي جديد والراديو بيذيع أغاني وطنية يا فندم. ناصر يا حرية، ناصر يا وطنية، يا روح الأمة العربية، يا ناصر ناصر. ما علينا. 25، لسه بناكل كنتاكي ده أكيد. 26، عملنا طبق كشري كبير. 27، مين اللي قتل أي حد؟ الإجابة الإخوان، مش محتاجة تفكير. 28، إلهام شاهين عايزة تبقى مدرعة. إيه؟ انا قلت كده ممكن اقولها تاني والنبي. 29، دعم الشرعيه بيقولوا ان مرسي راجع، والصراحه انا رايي ان احنا لازم نمهد لهم الموضوع عشان ما يتضايقوش. 30، العيال محبوسه في السجن بس طبعا لا يوجد معتقلين في مصر، هم محبوسين بس. 31، مين السبب اننا ما وصلناش كاس العالم؟ الاجابه واضحه، ما قلنا الاخوان. 32، تسالني بقى فين العيش، فين الحريه، فين العداله الاجتماعيه؟ اقول لك والله انا سعيده انك سالت السؤال ده، وكما قال الإخوان برضو ابقى تعالى وانا اقول لك فين. كل ثورة وانتوا طيبين.